مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إنشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في عدهلو. جهود لزيادة المشاركة في التعليم بأدرسر. ارتفاع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية بأفعبت. والبيت الأبيض يأسف لرفض الفلسطينيون مقابلة بيز. العاصمة الأرجنتينية تفتتح فعاليات قمة منظمة التجارة العالمية. الثلوج الكثيفة تعرقل حركة النقل والسير في أوروبا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. دشنت في منطقة عدهلو بمديرية دبارو محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بقوة 2 كيلووات، وذلك في إطار الأنشطة الجارية في الجزء الأول من البرنامج المعد لتوفير الطاقة الشمسية بمختلف الأماكن التنموية. وصرح المدير التنفيذي للمؤسسة الإريترية إيتيك التي أنشأت المركز الرائد إخليل وهاب تماريام لوكالة الأنباء الإريترية أن المشروع أنجز عبر قدرات شبابنا خلال 3 أشهر، موضحا بأن مشروع الطاقة المشيد يدعم البرامج التنموية الجارية في تلك المناطق والمتمثلة في توفير مياه الشرب وتسيير الأنشطة الزراعية. وذكر بأن المشروع يعتبر الأول من نوعه في اكتساب التجارب وإبراز القدرات العملية للشباب، كما يوضح الاستثمار الجاري وتطوراته، مؤكدا بأن هذه التجارب والقدرات المكتسبة ستساهم في تنفيذ وتوسيع العديد من المشاريع المماثلة. وأوضح الرائد إخليل البرامج الموضوعة لزيادة قدرة المشروع إلى 4 كيلووات وتدشين مشروع آخر إلى جانب ذلك يوجد على قيد التنفيذ بقوة 2 كيلووات في منطقة قرقرة، مشيرا إلى سريان العمل لتطوير الطاقة الشمسية من أجل مضاعفة متطلبات الطاقة عبر وضع خطط تنفذ على هيئة مراحل. وعبر الشباب المشاركون في المشروع عن فخرهم لتطبيق المعارف التي تلقوها على أرض الواقع، مشيرين إلى أن التنسيق والتكامل في العمل أدى إلى إنجاز المشروع كما ينبغي. وقال الشباب أن العمل أكد النتائج الجيدة للتفاني والإخلاص في العمل وأهميته، معبرين عن أمنياتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة في وقت وجيز من خلال التجارب المكتسبة في إريتريا وتوظيف الثروات الطبيعية والبشرية، لا سيما وأن الطاقة المتجددة أصبحت أهميتها واضحة في عالم اليوم. وتشير المعلومات الواردة إلى تدشين مشاريع مماثلة للطاقة الشمسية في أقاليم البلاد الأخرى، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لتنفيذها على جزئين، حيث تم الشروع في إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقوة 8 كيلووات في كركبد و4 كيلووات في قرقرة. تساهم مدرسة لي أتروفا بمنطقة أدرسل في مديرية فورتساوا في زيادة المشاركة بالعملية التعليمية. وقال عضو حرس الحدود الملازم أول حسن إبراهيم أن حياة الترحال الرعوية من المشكلات الرئيسية في المنطقة، ولحل المشكلة فتحت مدرسة لي أتروفا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب القادمين من مناطق هوميب وملبير وربدا وفداداب وفلاساب ومناطق فورتساوا الأخرى. وأوضح بأن المدرسة افتتحت في العام الدراسي 2014 و2015 بعدد محدود من الطلاب، وإدراكا لأهميتها قررت وزارة التعليم مواصلتها كمدرسة داخلية في العام الدراسي 2016-2017. وأشار مدير المدرسة الأستاذ منصور عثمان إلى أن المدرسة تقدم الخدمات التعليمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويظهر الطلاب مشاركة كبيرة ونتائج جيدة بفضل توفير متطلباتهم الأساسية. وأكد المعلمون استعدادهم للعمل بإخلاص، مشيدين بالجهود المبذولة لإلحاق الطلاب الذين فاتتهم الدراسة في السن القانوني بنظرائهم. وأفاد مراسل إيرينا أن مدرسة لي أتروفا تقدم هذا العام التعليم ل 232 طالبا، بينهم 29 طالبة في التعليم النظامي وعبر برنامج عريو، كما تم إدخال تعليم الكمبيوتر فيها. وتشير إدارة المدرسة إلى المساهمة الكبيرة لقيادة حرس الحدود ووزارة التعليم وإدارة مديرية فورتساوا ومعسكر ساوا لبلوغ المدرسة إلى درجة عالية من التطور. أوضح المدير الطبي لمستشفى فعبت الممرض أسرات أمينة بأن أغلب الحوامل يضعن حملهن في المؤسسات الصحية بفضل جهود التوعية المكثفة.
وأشاد في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء الضواحي وأعضاء اللجنة الصحية بزيادة نسبة الولادة في المؤسسات الصحية، مشيرا إلى وجود العديد من المصاعب في الريف النائي والتي تحتاج إلى الحل. من جانبه دعا مسؤول صحة الأسرة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد زدينجل جابريغارغيس مدراء الضواحي خاصة في الريف النائي لتعزيز دورهم في الدفع بالنتائج الجيدة التي تحققت في مجال رعاية الحوامل والولادة في المؤسسات الصحية وحصول الأطفال على التطعيم. وقدم مسؤول الصحة الإنجابية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد موسى نور حسين قدم توضيحا حول الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وأهمية التحاليل الطبية التي تجرى أثناء الحمل والمساعدات الطبية المقدمة والجهود التي تجرى لتفادي المشكلات التي تواجه الأم والطفل أثناء الولادة. وحث المدير التنفيذي لإدارة مديرية فعبت السيد ديسيزا ميكائيل إدارات الضواحي ولجان القرى للعمل بفعالية لتحقيق نمو مماثل في المناطق النائية. أعلن المدير التنفيذي لمطبعة الصابورة السيد موسية السماريان في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية بأن المطبعة التي خدمت أكثر من 100 عام تحقق أنشطة مرضية في تبادل التجارب العملية. وأوضح السيد موسية أن تطور الموارد البشرية ونقل المعلومات التقنية يعد من أهم العناصر لضمان المستقبل المشرق للمؤسسات، وعليه فإن المطبعة تنظم دورات نظرية وتطبيقية في مختلف الأوقات لرفع مستوى الأعضاء، مشيرا إلى أن عملية تبادل التجارب الجارية فيما بين الأعضاء القدامى والجدد جزء من تلك الدورات التأهيلية. وأشار السيد موسى إلى أن المطبعة التي أنشئت في 33 مترا مربعا تطبع الكتب والمجلات والصحف والمستندات وغيرها من المطبوعات، موضحا بأن المشاركة الجنسية في العمل متساوية، حيث تركز الجهود الجارية لتحسين نوعية العمل من خلال الدورات التأهيلية. وقال كل من السيد ساهية عين ألم والسيد جابريل تسفاسلاسي من العمال القدامى أن تطلعات ومبادرات شبابنا في العمل جيدة، موضحين بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإيصال المعرفة والمهنة التي يمتلكونها للشباب. وأفاد الشباب العاملون في المطبعة أنهم يبذلون جهودا مقدرة للاستفادة من الإرشادات والدورات التأهيلية المقدمة لهم في أنشطتهم اليومية، معبرين عن سعادتهم لخلق البيئة الملائمة والفرص المناسبة التي تفيدهم في حياتهم اليومية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ومعنا على الصعيد العالمي، قال البيت الأبيض أنه من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس مايك بينس خلال جولة مقبلة في المنطقة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال جارود إيجين نائب كبير موظفي بينس والمتحدث باسمه من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة لمناقشة مستقبل المنطقة. وكان مجد الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أن الرئيس عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي بينس احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد اتسعت دائرة عدم الترحيب بنائب الرئيس الأمريكي الذي يزور المنطقة في النصف الثاني من ديسمبر الجاري لتشمل كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا توادروس بابا الأسكندرية في مصر. افتتحت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الوزاري 11 لمنظمة التجارة العالمية، والتي ستستمر حتى يوم 13 من ديسمبر وفق وكالة الأنباء العالمية. وألقت الأرجنتين أواخر الشهر الماضي أوراق اعتماد نحو 60 ناشطا بعد أن اعتمدتهم منظمة التجارة العالمية لحضور الاجتماع، لأنها رأت أنهم سيكونون هدامين أكثر من كونهم بنائين. وافتتح المؤتمر الوزاري 11 في بيونس آيرس بالتأكيد على أهمية وجود تجارة مفتوحة ومتعددة الأطراف. وخلال الافتتاح دعا الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أعضاء المنظمة إلى تعزيز التعددية والتجارة العادلة القائمة على قواعد واضحة. وسيحضر الاجتماع الذي يستمر حتى الأربعاء مسؤولون تجاريون من 164 عضوا بمنظمة التجارة العالمية لمناقشة كيفية تحسين قواعد التجارة العالمية. تسببت أكبر موجة تساقط ثلوج في المملكة المتحدة منذ 4 سنوات باضطرابات واسعة في حركة النقل، بينما ألقيت أكثر من 300 رحلة جوية في أكبر مطار في ألمانيا، وأدت الرياح القوية إلى جنوح سفينة في ميناء كاليه الفرنسي.
وعلق 100 مسافرين في مطار فرانكفورت العاصمة المالية لألمانيا وكذلك في بريطانيا. وأدى تساقط الثلوج وتراكم الجليد على مدارج مطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا لإلقاء 300 رحلة جوية وتأجيل مئات الرحلات الأخرى. واستيقظ معظم الألمان على تساقط كثيف للثلوج ودرجات حرارة تقارب الصفر. واضطر مطار دوسلدورف لإغلاق أبوابه ل4 ساعات بعد ظهر الأحد حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا قررت السلطات إلقاء وتأجيل أو إعادة توجيه حركة القطارات. أعلنت الجزائر إطلاق قمر اصطناعي متعدد المهام من قاعدة بالصين سيوفر خدمات الإنترنت والاتصالات ومكافحة التجسس في الجزائر. وأكدت الوكالة الفضائية الجزائرية في بيان لها أن القمر المسمى الكومسات 1 أطلق من منصة الإطلاق شياشانغ المتواجدة بمقاطعة سيشوان. ووفق ذات المصدر العملية تليها فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لتنفيذ مراحل وضع القمر الاصطناعي في الموقع وإجراء الاختبارات في المدار قبل الاستغلال الميداني. وأكدت الوكالة أن الكومسات 1 يعتبر أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات ويعد أداة قيمة متعددة المهام توفر تغطية وطنية وإقليمية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العام.